طب تعالى نتكلم على البرلمان، او على الحياة السياسية والمشهد السياسي. آم، عايزين نعرف ايه الفرق ما بين الحياة السياسية زمان في الثمانينات والفرق ما بين الحياة السياسية دلوقتي. يعني ايه وجه الاختلافات؟ طبعا فرق كبير. هم. لان الحياه السياسيه كانت حياه ثريه جدا، اواخر السبعينات وطوال الثمانينات هم. لغايه سنه 90 كانت حياه ثريه. هم. ولدرجه عايز اقول لك حاجه، يعني اعلى تمثيل للمعارضه المصريه هم. كان في برلمان 87. 87. وصلت المعارضه فيه 100 كرسي. كان في كام حزب تقريبا 87؟ هم مصر كلها كان قبلها 5 احزاب. ودلوقتي تقريبا 200 لا، حزب مثلا. 84 حزب قانوني دلوقتي. 100 حزب، 84 حزب. 84 حزب قانوني والباقي احزاب متنازع عليها، ها. فما تحسبوش يعني. انما زمان كان الموجود كله حزب الوطني، هم. حزب مصر العربي الاشتراكي، حزب الاحرار، حزب العمل الاشتراكي، حزب الوفد، وبعدهم جه وحزب التجمع التقدم الوطني الوحدوي، هم. وبعدهم جه حزب الناصري. يعني ايه حزب؟ يعني تخيل كده احنا بنحكي لولد او بنت عندهم من 10 ل 15 سنة، يعني ايه حزب؟ الناس حالمين ناس حالمين. بمستقبل افضل لبلادهم هم. من خلال ويحلموا بالتغيير. هم. هذا التغيير لن يكون الا تغيير سلمي. هذا التغيير السلمي لن يكون الا من خلال جماعه سياسيه. هم. هذه الجماعه السياسيه الدستور حمى اصحابهم، حماها هم. وحمى اعضائها عن طريق الماده 5 من الدستور اللي بتقول لك النظام السياسي في مصر يقوم على تعدد الاحزاب. هم. أن أصبح نظامنا السياسي شرطه أن هو على تعدد الأحزاب، هم. وبالتالي هنا أصبح في حزب. هذا الحزب من حقه أن هو ينزل الناس، له برنامج. هذا البرنامج المفروض فيه حلول لمشاكل الناس كلها، هم. وبيسعى إلى استقطاب جماهير الشعب لهذا الحزب، وبيخوض انتخابات بشرط أن تكون حرة ونزيهة هم. على حد إشراف قضائي في كل مراحلها. وهذه الانتخابات الشفافة والنزيهة الحزب ده بيكسب فيها مقاعد. إذا كسب مقاعد كتير بيبقى بيبقى أكبر الأحزاب، هم. وأنت ماشي بقى الأقل فالأقل فالأقل. في النهاية في أحزاب بتمثل المعارضة، وأحزاب تمثل الموالاة، أو تمثل الأغلبية، أو تمثل الحزب الحاكم، هم. الحكومة يعني. ويعني ايه معارضة؟ معارضة يعني أحزاب سياسية لها برنامج، لقيت لقيت برنامجها بيتعارض مع سياسات الحكومة عاملاها. بيتعارض مع السياسات مع بس السياسات، مش بيتعارض مع الحكومة. لا، مع سياسات. ما فيش معارضة قائمة على الأشخاص، على هم. معارضة الأشخاص. هم. المعارضة معارضة مبدئية قائمة على سياسات بتواجه سياسات. هم. أنا عندي في برنامجي، يعني أنا في حزبي مثلا احنا يعني ممكن حاطط تقول لنا برنامجي البرنامج بتاع الحزب. الاعتماد على الذات هو جوهر التنمية الاقتصادية، ويجب عدم الركون إلى القروض أو الإعانات الأجنبية. هم. يعني انا عايز ما اقترضش من الخارج، هم. وعايز لا انتظر مساعدات من احد، وعايز احقق اكتفاء ذاتي. فمعناها ايه؟ اهتم بالصناعه هم. واهتم بالزراعه، بحيث احنا رافعين شعار في حزب النجيل، يعني ناكل من فأس فلاحنا، ونلبس من سواعد عمالنا، ونتداوى من شركات الدواء المصريه، هم. ونتعالج في مستشفيات الدوله، الحكومه المصريه والدوله المصريه. ده شعار رئيسي. اذا لقينا بقى حكومه بتعمل عكس هذا يبقى احنا معارضين لها. لان الحكومه بتوسع في الاقتراض يبقى احنا معارضين. هم. لان الحكومه ماديه يعني حيز كبير للاستيراد على حساب الصناعه المصريه وعلى حساب الزراعه المصريه، يبقى احنا معارضين لهذه السياسات. هذه السياسات. ونطالب بقى الحكومه بانها تغير هذه السياسات، هم. ولها انها السياسات ديت لن تعود بالنفع على الشعب.